الفيديو النهارده هيبقى فيه جيم، اماكن، عربيات وحاجات تانية كتير. تعالوا باخدكم معايا فلوج في دبي. انا عمر ابراهيم وبكلمكم من امام برج خليفه. يا صباح الفل يا رجاله، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيبقى فيديو مختلف مش زي الفيديوهات اللي بعملها. النهارده هاخدكم جوله كامله او فلوج في دبي. رايحين فين النهارده؟ رايحين داون تاون، واحد من اغلى وارقى الاماكن اللي موجوده هنا في دبي. رايحين هناك نروح جيم، رايحين ناكل، رايح دبي مول ان شاء الله. خدكم يعني في جوله في اليوم، وهنروح النهارده بالمترو والباص، واقول لكم ازاي لو انت بتروح بالمترو او الباص تكون معاك ايه، وخصوصا هنا في دبي. فيلا بينا نروح نركب الباص. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. لسه واصلين دلوقتي المترو. طبعا انا فين؟ انا في محطه مترو الرشيديه او المعروفه بسنتر بوينت. طبعا انت لازم لو انت بتركب باصات او مترو او اي حاجه لازم يكون معاك كارت نول. كارت نول ده حرفيا دراعك اليمين هنا في الامارات كلها، بالذات في دبي. انا المفروض بقى نركب محطه فاينانشال مترو ستيشن. طبعا احنا هنا في محطه سنتر بوينت. المحطه دي من اشهر المحطات الموجوده هنا في دبي، الناس كلها بتركب منها. هي اصلا النقطه الفاصله بينها وبين اي محطه تانية، فاهمين؟ فلو انت عايز تروح اي حته بتركب باص 310 ده برضه باص مشهور هنا، بيوديك محطه الرشيديه اللي انا فيها دلوقتي. بس المفروض رايحين دلوقتي نركب فاينانشال مترو ستيشن عشان نروح الداون تاون نديها تمرينة بوش. طبعا بقيت بلعب شيست شولدرز وبايسبس، مبقتش بلعب ترايسبس معاه، مبقتش بلعب بوش لان قلت اما اجرب، لان اصلا اوريدي الترايسبس تعمل حمل في تمرين البوش فممكن ما اديهاش الاقصى استفاده بتاعتها. فقلت اما اجرب، بقالي فتره على الوضع ده بلعب شيست وكتاف وبايسبس وبعديها بلعب باك وترايسبس، فحاسس بفرق مش طبيعي. فيلا بينا. المفروض برضه انت اول ما تخش مترو بتحط برضه كارت نول، ده بتحطه في الباص، بعديها تحطه في المترو برضه عشان لازم تخش بيه. زي ما قلت لك اصلا هو دراعك اليمين في كل حته هنا في دبي. طبعا زي ما انتم شايفين انا في المترو بحاول قد ما اقدر اغطي لكم المكان او ان انا بروح ازاي. كل حاجه برضه لو عايزين تسالوا اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس، لو فيها مواضيع اي حاجه في دبي او عن الغربه اي حاجه قشطه اكتبوا لي، يعني اعملها لكم مش مشكله. فبص هو ده المترو، هي دي دبي. بس بقى احنا هناك في التقيل بقى، فاستنوا. المفروض خلاص وصلنا المحطة اهو. نعمل الكارت بقى زي ما دخلنا بيه نخرج منه اهو. بس خلاص احنا وصلنا فاينانشال سنتر مترو ستيشن. انا كده يعتبر جنب داون تاون وجنب برج خليفة وجنب دبي مول يعني نوعا ما. هاند بقى جيفنيشن، نفس الجيم اللي انا كنت مرنت فيه تمرينة الرجل، بس النهارده هتمرن فيه تمرينة البوش فرع داون تاون. فيلا ليتس جو يا رجاله. يا جدعان انا ماشي دلوقتي فشفت منظر خطير، قلت لازم اوريكم. بص كده في عربيه هنا بنتلي ما شاء الله، ومعاها رينج روفر جنبها، وجي واجن هناك، جي واجن ورانج روفر وبورش. وفي الناحيه التانيه بقى هنا شوفوا ليه كامارو، بس الناحيه التانيه. ف كل ده احنا لسه ما بدأناش، لسه ما دخلناش في التقيل يعني. الحمد لله على السلامه، وصلنا. المشوار خد مننا تقريبا ساعه ونص تقريبا. نعدي دلوقتي المفروض شارع المشاة، يكون في هنا حاجه مكتوب عليها ويت، تدوس عليها تنور لحد ما الطريق يقف. يكون في اشاره قدامك هنا، اشاره بتديك احمر يا اخضر، فالوقت اخضر فهنمشي. الحمد لله على السلامه، وصلنا خلاص. طالعين دلوقتي اللوكر روم نغير عشان نديها تمرينة البوش، بس نبدل الترايسبس والبايسبس عشان ما نديش حمل. استعدوا بقى. ده مكان اللوكر روم. انا خلاص سخنت وجهزت كل حاجه ولعبت مجموعه تسخين هنا وزن خفيف. فبس طبعا صور لكم مجموعه من كل تمرينه علشان الفيديو ما يطولش قوي يعني. فهنخش اول عده بسم الله. حاول تخلي شيستك مرفوع لفوق، ما تخلوش تحت كده. خلصنا كده انكلاين شيست. اوف البامب فيه تحفه. نخش بقى على الديكلاين او الهاي تو لو كيبل. زي ما انتم شايفين اصلا ده كل ده سيكشنال ليجز، بعدين الكارديو على اليمين.
ده جهاز البيك فلايت، ده هنلعبه في اخر حاجه، ده اللي هيبقى الوحش بتاعنا. فدلوقتي رايحين عايزين نلعب كيبل، ده انا اهو. طبعا وانت بتلعب الجهاز ده او بتلعب التمرينه دي ما تخليش الكيبل فوق، او بتشوف ناس تلعبها فوق تقوم منزلها من تحت، ونفس الكلام في الثانيه، ده هيبقى فرهده على الفاضي. طيب خليها في مستوى كتفك يا باشا، وهات الثانيه واعمل وزن والعب. بسم الله، والعب. اطلع قدام شويه، خلي رجلك قدام ثابته. بس هكمل انا الباقي، نخش على التمرينه بعدها. التمرين التالت معانا بيك فلاي ماشين. زي ما انتم عارفين بحب العب بيك فلاي تمرينتين او عدتين للفشل العضلي، يعني خلاص هي في الاخر بقى، فبقفل بيها كل حاجه. يلا بسم الله. طبعا شيستك مرفوع لفوق، وظهرك في ارتش بسيط في اللور باك عندك، وابدا العب يا باشا. بسم الله. عدل المود دي والله يا جدعان، الفيو اللي قدامي خرافي، بس انا عايز اوريكم. استنى، المفروض انا هخلص والعب كارديو، بس ايه، هو ده الفيو عشان الايام دي بقيت بنشف يعني، فخلص ونتكلم شويه ونلعب كارديو مع بعض في نفس الوقت يعني. التمرين اللي بعده لاترال ريس، هنلعب بيسك دمبلز عادي جدا، بس بحب العبها وانا قاعد عشان بحس تعمل تركيز اكتر، وما تخليش اي عضلات مساعده تساعد. يلا بسم الله. مفيش حاجه بتتحرك غير كتفك، كتفك بس هو اللي بيتحرك. خلاص. بومب خطير يا جدعان. خلص بقى الكتف الجانبي، خش على الامامي، بعدين البايسبس، نكون خلصنا كل حاجه. خش يلا بينا كتف امامي. في ناس قدامي اصلا بيصوروا فيديوز برضو، انا كنت كريتورز يا جدعان كتير جدا. بس كده اكون خلصت الجيست، خلصت الكتف. خش بقى على البايسبس، هنلعب تمرين بريتشر كيل، والتمرين التاني هيبقى دمبل كيل اما بيجن كيلز البايسبس. تمرين خطير يعني، بيستهدف لونج هيد للبايسبس في وضع الاستطاله، وبريتشر كيل في وضع الانقباض. اول تمرين معانا البايسبس البيجن كيلز. طبعا التمرين ده ناس كتير قالت عليه، برضو اكتر حد مهم يعني جيف نيبر، لو انتم عارفينه ده اشهر ساينس بيز ليفتر في السوشيال ميديا. فالتمرين ده بيجيب وضع الاستطاله للبايسبس، بعد كده هنلعب وضع الانقباض. فبس تطلع قدام سنه، تخلي ايدك لورا زي ما انتم شايفين، وتلعب. طبعا مش هحتاج اقول لك وانت نازل انزل بالراحه. تمرين بيموت. خش على التمرين اللي بعده بريتشر كيل. خش معانا اخر تمرين بريتشر كيل. طبعا هنلعبه هنا، فتجيب البار تمام، او ممكن تجيب دمبل وتلعب عادي مش مشكله، بس البريتشر دلوقتي ما لقيتوش، مش مشكله نلعب ده هو يعني. تجيب البار وايدك كالعاده، انزل بالراحه. طبعا لو في ازعاج في ناس جنبي بتصور برضه، فكلنا انفلونسرز مع بعض. طبعا التمرين ده محتاج ان تنزل بالراحه قوي. التمرين ده بيجيب الشورت هيد للبايسبس، لما تيجي تبوز من قدام مثلا فرونت دبل باي او وات ايفر يعني، هو اللي بيدي الشكل البيك بتاعتك. بس كده خلاص، خلصنا تمرينة اليوم. عشان البايسب عامله بامب حلو يعني. بس نخش بقى الكارديو، وخلاص خلصنا التمرين. دلوقتي بنلعب شويه كارديو. طبعا الكارديو اكتر حاجه متعبه في الحياه، متعبه اكتر من التمرين نفسه، بس لازم نعملها. انا بدي اعمل الايام دي كارديو كتير، وبشد على اكلي علشان عايز اخس شويه الفاتس اللي عندي موجودين، عشان يبقى شكلنا حلو في الهدوم. طبعا الكارديو محدش عايز يلعب كارديو، كله عايز يروح، بس انتوا عارفين لو انت مش عايز تعمل حاجه اتاكد في اللحظه انت لازم تعملها. لو انت مش عايز تنزل الجيم، مكسل، تعبان، مرهق، يومك كان طويل، يا عم البس وانزل اتمرن نص ساعه حتى، هتعمل فرق والله العظيم مع الوقت. خلص شويه الكارديو وهنكمل باقي اليوم. وزي ما قلت لكم مبقتش بتمرن بوش بول ليج، غيرته نوعا ما. بقيت بلعب اول يوم صدر وكتاف وبايسبس، بعد كده باك وكتاف خلفي وترايسبس، في الاخر رجل يعني. بس فخلص الكارديو واجيلكم. خلاص خلصنا التمرين، قعدت شويه هنا في مكان ناكل معايا الاكل بتاعي وتفاحه عشان
فاكهه كده صحيه، مبقاش تاكل طبعا اي حاجه فيها سكر، اي حاجه مش صحيه ابدا يعني. خلاص احنا نلتزم، فنلتزم زي ما احنا معانا الاكل عشان ما اجيبش اكل من بره. فبرضه انت رايح اي حته ومثلا حاسس ان ممكن تبوظ، هات برضه اكلك معاك بره. فبس ناكل بقى خلاص، المترو قدامي، هاكل ونطلع نتكل بقى على الله. على فين؟ على برج خليفه. يلا بينا. خلاص طبعا انا وصلت اهو، وطلع اصلا عاملين مخرج مخصص اصلا لدبي مول من المترو نفسه. في دلوقتي قدامنا ممر طويل زي ما انتم شايفين على الشاشه، بيطلعنا بقى على طول على دبي مول على طول، عشان الواحد ما يطلعش يمشي في الحر ولا اي حاجه. فهو موصل كله ببعضه، والمترو طبعا بيدخلكوا لجوه على طول. يعني المترو بينزلك على طول، بتمشي قاعه كده كبيره او هول كبيره، بتخش بقى ايه، دبي مول هناك. طبعا يا جدعان انا في حرفيا فيو من احلى الفيوز اللي شفتها في حياتي يعني. حتى بصوا كده المنظر، حط الستاند ده ثواني خليكم معايا. وحرفيا ده الفيو اللي ورايا يعني، ما تسالنيش ازاي. كانوا شايفين اصلا المول كبير جدا 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 يعني، بشكل ما حدش يتخيله يعني. اصلا من تحت هو 4 ادوار اصلا، 4 ادوار. فانا في الدور الاخير، وتحت بقى في الجراج. اصلا عايز انزل الجراج ده المهمه بتاعتي، عشان ايه، نشوف العربيات بقى، الفيراريز واللامبوز وذا جي واجن. ف اوريكم بص المنظر ده. فبجد يا جدعان اول مره اجي هنا في دبي مول، الناس كلها بتتكلم عليه، بتقول لك ان هو ممكن ياخد اسبوع عشان تستكشفه. فانا بالمنظر ده مش طبيعي، الله اكبر يعني. ف هشوف برضه، لو شفت اي حاجه برضه هصور لكم على طول. طبعا يا جدعان وانا في نص التصوير كنت بصور، السكيورتي جه قال لي ما ينفعش تصوير، لازم تاخد اذن من المدير والاداره وكده. فقلت له حتى لو عايز اخد اذن منين؟ بيقول لي لا هياخد وقت طويل. مش مهم، بغض النظر عن اي حاجه من دي، انا يا جدعان ورايا فيو او مكان كان نفسي اجيه من زمان، من سنين السنين. وهو ايوه برج خليفه يا جدعان ورايا. بسم الله ما شاء الله كبير فشخ يعني ما توقعتش انه يبقى بالحجم ده بجد يعني. ف ويا جدعان المنظر كله، الفيو كله، المكان نفسه ما شاء الله حاجه. شفت يا جدعان ورا جي واجونز، كان في فيراريز بس الراجل قال لي ما ينفعش اصور ولا اي حاجه خالص. كان في رولز رويسز وبورشز. يعني خطير خطير يعني. بس هحاول اصور قد ما اقدر برضو، لسه الفيديو ما خلصش لحد هنا. طبعا خلاص بعد ما طلعت من دبي مول قعدت اتمشى شويه، وطبعا ما شاء الله عربيات فيراري ولامبورجيني رايح جاي يعني. طبعا ما اعرفش، فانا عربيه احلامي اللي بحبها نفسي اجيبها ان شاء الله هي مرسيدس اي ام جي جي تي اس، اللي هي بابين دي. يا لو عرفت اجيبها ان شاء الله الباب بيفتح لفوق. خلاص كده انا ختمت كل حاجه. طبعا انا قدامي دلوقتي برج خليفه قدامي اهو حرفيا. ف مش متخيل في يوم من الايام انا ممكن اقعد القعده دي. بس الحمد لله، ربنا يوفق الجميع، وان شاء الله اتعب وهتحقق اللي انت نفسك فيه ان شاء الله. مفيش حاجه مستحيله في الدنيا دي والله صدقني. بس هكمل انا ماشي شويه، عشان هي خلاص كده من اليوم خلص، لان تعبت جدا بره من الساعه 10 للساعه الوقت تقريبا الساعه داخل على 4. فبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اكتبوا لي لو في افكار او اي حاجه تانية عايزين اعملها لكم في الكومنتات. خلاص اليوم خلص، انا موبايلي اصلا خلاص عايز يشحن. اشوفكم فيديو جاي، وان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم والفكره تكون عجبتكم، وحبيت اخدكم جوله. ان شاء الله يكون الستايل ده عجبكم، لان اول مره في حياتي يعتبر اعمل فلوج بالطريقه دي او بالشكل ده عموما اصلا وانزل على اليوتيوب. خلاص انا وصلت بالسلامه، ونزلت ركبت المترو ورجعت بالباص برضو. خلاص كانت نهايه الفيديو النهارده، اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. سلام.